الزمالك يفوز على فاركو بشق الأنفس 1-0. نفسي أسأل سؤال: لو الزمالك ما كانش جاب الهدف ده، هل الزمالك كان هيقدر إن هو يسجل هدف؟ الإجابة لأ. من اللي أنا شفته في الماتش لأ. الزمالك ما كانش حلو خالص، لا في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني. تحسن الأداء نوعا ما في الشوط الثاني. الزمالك مسك كورة، سيطر، على الرغم انه كان مسيطر برضه في الشوط الاولاني ولكن بدون فاعليه. اللعيبه مش عارفه تستلم الكوره، اللعيبه مش عارفه تسلم الكوره، الباص غلط، التسليم غلط، التسلم غلط، كل حاجه غلط. اساسيات الكوره عند اللعيبه غلط، وخصوصا ظهرت في الشوط الاولاني. عمر جابر كان سيء جدا، اوفرلاب او الاوفر نفسه ما بيعرفش يعمله. الزمالك في الشوط الثاني كان سيء، الزمالك مش عارف يوصل للمرمى حتى وفاركو ب10 لعيبه باستثناء الكوره في الشوط الثاني اللي ناصر منسي قصدي ضربها بهده وجات ولاعب فاركو طلعها من على خط المرمى. وبرضه ناصر منسي اللي ضيع كوره هدف، مش هقول لك شبه هدف، لا ده هدف. المرمى خالي، الحارس طلع من المرمى خالص، ساب المرمى خالص. هدف تاني تريحنا بدل ما احنا قاعدين على اعصابنا لاخر دقيقه، بس برضه بيحطها بكل رعونه في القائم. فهل الزمالك كان هيجيب هدف لو مدافع فاركو شتت الكوره بدل ما بيستلمها في منطقه الجزاء؟ لو كان شتت الكوره هل الزمالك كان هيجيب هدف؟ الاجابه انا شايف ان الاجابه لا. الزمالك كان وحش، مفيش جمل تكتيكيه بتتعمل، مفيش تقارب خطوط، حتى في عمليه الضغط مش افضل حاجه. الزمالك ما بيضغطش من قدام. الزمالك كان سيء جدا النهارده، اداء كارثي. انت لسه بتلعب الفرق اللي هي نوعا ما فيها فرق رخمه، زي اول ماتش لما لعبت مودرن سبورت وفزت عليه. المقاولون فريق كنت المفروض تفوز عليه وتعادلت معاه. الماتش اللي فات فزت باداء سيء، الماتش ده فزت باداء سيء. اهم حاجه ال3 نقط، ولكن انت هتيجي قدام الاهلي، قدام بيراميدز، لسه قدام المصري، لسه في فرق رخمه انت هتقابلها بدل مرتين. فلو ادائك هيكون بنفس الطريقه فانا بقول ان الزمالك مش هيفوز. لو بنفس الاداء ممكن الزمالك يفوز وهو سيء، بس على الورق باللي احنا شايفينه لا، الزمالك مش هيفوز، لان انت هتقابل لعيبه كواليتي اعلى، خصوصا في الاهلي وفي بيراميدز وفي المصري. ومش كل ماتش هتكون سيء فيه هتطلع فايز منه. اكيد في ماتش انت هتكون سيء فيه فهتخسر او هتتعادل، زي ماتش المقاولين، فهتفقد نقاط سهله. يعني الزمالك لو كان فاز في ماتش المقاولين كان الزمالك حاليا عنده 12 نقطة، فكان زمانه الأول على الدوري مستريح، كان زمانه في الصدارة بارتياح. ولكن اللي حصل في ماتش المقاولون اللي حصل والزمالك اتعادل. طيب نخش على التقييمات. محمد صبحي لم يختبر النهارده، كان كويس في اللعب بالقدم باستثناء آخر كورة اللي في الماتش اللي الحمد لله عدت على خير، ولاعب فاركو ما عرفش يستغلها فهياخد 5/10. عمر جابر 0/10. ليه 0/10؟ لأن أنت 33 سنة كابتن نادي الزمالك، لا بتعرف تباصي، دفاعيا كويس نوعا ما، هجوميا سيء، ما بتعرفش ترفع اوفر. 33 سنة لحد الآن ما بتعرفش ترفع اوفر. يعني لو بترفع 15 اوفر منهم واحد بس بيظبط، زي النهارده الاوفر اللي عمله لناصر منسي، هو اوفر واحد في الشوط الثاني بس فقط لا غير. ف 0/10. محمود حمدي الونش عشان لقطة الطرد بس 2/10. حسام عبد المجيد 4/10. احمد ابو الفتوح 3/10.
3 من 10. 3 من 10. دونجا نجم الماتش النهارده بالنسبه لي، افضل لاعب في الزمالك النهارده، اثبت على كده. الكوره، اللاعب رقم 6 في اوروبا بياخد الكوره من الدفاع بيديها لاقرب واحد جنبه، لو امكانياته على قده بياخد الكوره من الدفاع بيديها للي جنبه. في فرصه انك تلعب كره طويله للمهاجم وهو في مساحه بتلعبها، غير كده تاخد الكوره من الدفاع تديها للي جنبك. بتاخدها مثلا لو مثلا صنع اللعب مزنوق فبيرجعها لك، اديها للدفاع، اديها للباك. بس انت كنت بتعمل كده النهارده، كنت بتقطع كور، بس ده المطلوب منك. فبالنسبه لي تاخد 8 من 10 نجم الماتش النهارده. عبد الله السعيد كويس، كان كويس النهارده، ما كانش وحش، فعبد الله السعيد 6 من 10. ناصر ماهر علامه استفهام وعلامه تعجب وكل حاجه في الشوط الاول. الشوط الثاني تحسنت نوعا ما، 1 من 10. وعلى عيني لان انا بحبك، بحبك جدا، ف1 من 10. شيكو بنزا 6 من 10. الاستلامه الاولى عندك طويله، الاستلامه الاولى اول ما بتستلم الكره بتطول منك، مفيش لاعب بيستلم الكره منها بتطول منه على طول. كذا كره الاستلامه وحشه، بتعدي كويس، يعني من 4 محاولات بتعدي مره او مرتين، وده معدل ممتاز يعني بالنسبه هنا للدوري المصري، ده معدل ممتاز. الاستلامه الاولى. القرار الاخير برضو مش افضل حاجه، ف6 من 10 يعني في تطور. 6 من 10. خوان الفينا 7.5 من 10 او 7 من 10. خوان الفينا كويس. خوان الفينا لو اديته الكوره و10 محاولات انه يعدي من اللعيبه في موقف فردي 1 على 1 او 1 قصاده 2، لا، من ال10 هيعدي 7 مرات، وده معدل ممتاز. فهو احسن حاجه فيه المراوغه 1 على 1، واحلى حاجه فيه ان هو ما بيتفلسفش، يعني لو مزنوق بيدي الكره اللي جنبه. الفينش عنده وحش، الشوط عنده وحش، الرفعه من 5 محاولات هيعملها مرتين او مره، وده معدل سيء. فالرفعه ده معدل سيء. الفينش وحش، الباص احيانا بيكون وحش. فدي بتكون بتاعه مدرب. انا كمدرب لو في عندي لاعب بيعرف يعدي، بيعرف يكلفت اي مدافع، بس اللمسه الاخيره عنده وحشه، انا هعدلها له او هشتغل على الحته دي ان هو يكون فيها فت واحسن حاجه. عدي الدباغ 5 من 10. كويس وحش، كويس وحش، كويس وحش، محير. مستواك محير، ما اقدرش اقول عليك انك حلو، ما اقدرش اقول عليك انك وحش. ليه؟ لان ما بيوصلكش حاجه، فبالتالي محير. التبديلات. ناصر منسي 2 من 10. احمد شريف 0 من 10. واقول لك دي الصفقه اللي اقدر اقول عليها ان هي سيئه. 0 من 10. محمود بنتايج الباك الشمال عندنا في مشكله، في ازمه. باك الشمال عندنا في مشكله، في ازمه. فتوح سيء، بنتايج سيء، يعني محدش فيهم احسن من التاني. لا، بنتايج بقاله كام ماتش وحش. بنتايج مش ده بنتايج بتاع السنه اللي فاتت ابدا. بنتايج سيء 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 سيء. 1 من 10. محمد شحاته مش اي كوره بتتحط قدامك بتشوطها، جات معاك مره خلاص. 0 من 10. 0 من 10 قولا واحدا. 0 من 10. ليه 0 من 10؟ لان انت المفروض لاعب اساسي، ركيزه اساسيه، فده يكون مستواك
فصفر من 10. لا 1 ولا 2 ولا 4 ولا 5، 0 من 10. لانك سيء، لانك لاعب اساسي، فالمفروض يكون مستواك احسن من كده بمراحل، بمراحل. ادم كايد سالب. سالب كام؟ سالب، هو بالسالب، بالسالب. ادم كايد مع احمد شريف صفقات سيئه خلاص. الا لو احمد شريف بيلعب في مركز تاني فممكن تظهر امكانياته، وادم كايد بيلعب في مركز تاني فتظهر امكانياته. غير كده صفر، باللي احنا بنشوفوه سالب وصفر. يانيك فيريرا صفر، برضه صفر. الاداء سيء. ما بقولش ان احنا نطلع فايزين 5-0 3-0 يا عم 1-0، بس الاقي اداء، الاقي فرص، الاقي الزمالك بيعمل جمل تكتيكيه، الاقي الزمالك شكله حلو في الملعب، الاقي الزمالك ما ضيعش شوط باكمله، والشوط الثاني برضه يعتبر الزمالك سيء، الزمالك وحش. انا عايز اداء ب1-0 بس، مش اكتر من كده. نتمنى تدارك الامر في اقرب وقت ممكن، لان احنا داخلين على معمعة فيما بعد. وبس كده، سلام.